أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. لسه مكملين معاكم وشباب منورنا النهاردة في الاستوديو في تاني فقراتنا مجموعة همس الكلام الشعرية. منورنا الأستاذ ياسر عيد والدكتور أحمد رجب. أهلا وسهلا بحضراتكم. لو جينا نبدأ من حضرتك يا أستاذ ياسر ونقول مجموعة همس الكلام الشعرية، كيف كانت البداية، الفكرة والأهداف؟ هي مجموعة همس الكلام الثقافية. احنا بدأناها بجروب على النت الأول. بدأنا ان احنا نطور من النشاط بتاعنا، نخليه حفلات حية على أرض الواقع، وبقى لنا نشاط ملموس في بيوت الثقافة ومراكز الشباب وفي متحف أحمد شوقي هنا في مصر وفي دار الأدباء. بقى لنا نشاط ملموس على أرض الواقع. بقينا نحاول ان احنا النشاط من النت لأرض الواقع في حفلات حية. بنعمل برنامج مستمر على اكتشاف المواهب في الغناء، في الرسم، في الخط، في الشعر، اكتشاف المواهب، ونحاول ان احنا نقدمهم لبرامج على قدر المستطاع. طبعا انا بشكر قناه النيل طبعا، مش عشان انا قاعد فيها، لا بجد انا شايف ان القناه ديت بجد مهتمه بالمواهب ومهتمه بالثقافه فعلا. اسمها قناه النيل الثقافيه، فاكيد لازم تكون مهتمه بالثقافه، وده فعلا حاجه ملموسه معانا احنا كمجموعه شخصيا. كان لنا اكتر من لقاء على القناه للمواهب الموجوده في المجموعه. طبعا انا بشكر فريق القناه كله على المجهود اللي هم عاملينه بصراحه. لا ده دورنا يا استاذ ياسر. بس برضو اروح لحضرتك يا دكتور احمد، لو عايزين نعرف يعني حضرتك كنائب مدير للمجموعه، بالنسبه للمواهب الشابه الجديده اللي بيتم ضمها للمجموعه، ازاي بتعملوا عمليه تسويق لنفسكم؟ ازاي بتقولوا ان يعني هذا الشخص مؤهل ان هو يلتحق بمجموعه همس الكلام الثقافيه او لا؟ هو التسويق هو بالمقام الاول دايما بيكون بالحضور الندوات او حضور حفلات خاصه باعضاء المجموعه. ده بنقدر نظهر فيها المواهب الشابه، نقول احنا عندنا الموهبه الفلانيه، عندنا حد بيقدر يقول كلمه، حد بيقدر يقول اغنيه، حد صوته كويس، حد عنده الموهبه في الانشاد. حتى احنا عندنا مسؤول المواهب الغنائيه الشاعر طارق الدسوقي، هو مختص، هو شاعر غنائي وملحن ومطرب، فهو مختص بانتقاء اللي هم المواهب الشاب، وخصوصا ان مجموعتنا بتتركز معظمها في اغلبيتها شباب ماسك مسؤول الشعر الفصحى، الشعر العاميه، مسؤول قصه، مسؤول المواهب الغنائيه. فكل هتلاقي حضرتك لو بصيت لاعضاء مجلس الاداره في المجموعه هتلاقي شباب، وطبعا معانا الخبره، معانا الناس المسؤولين اعضاء لجنه التحكيم او رؤساء لجنه التحكيم في خاصه في المسابقات بتاعتنا. بالنسبه للمواهب احنا الحمد لله طلعنا او طلع من عندنا مواهب كويسه شابه. في دلوقتي مطرب واعد جدا اسمه عمر صبري، هو ابتدى معانا في حضور الحفلات والحمد لله لقى قبول، وان شاء الله يحضر حفلات بعد كده تانية ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ ياسر، ما ينفعش يكون معانا مدير مجموعه همس الكلام الثقافيه وما نسمعش حاجه تكون من الاعمال اللي هو بيقوم بكتاباتها على المستوى الشخصي، تكون احد الاعمال القريبه الى قلب الاستاذ ياسر عيد. تحب تسمعنا ايه؟ هو احنا طالما قلنا على المستوى الشخصي فانا هقول قصيده رثاء في حد عزيز عليا، او يعني لسه متوفي من ايام قليله، فهقول قصيدة رثاء ليه اسمها أعز الناس. لما النور يهرب من عينك فاضل ايه؟ لما النور يهرب من عينك فاضل ايه؟ لما الورد عابرها يروح، لما الضحكة الحلوة تروح، لما ربيعنا يكون مخاصمنا وتلقى الدنيا بحالها خريف، زعلا لما أمرنا فارقنا اللي منور كل حياتنا، ويجي الليل وبكل قساوته يكسي نهارنا. ما تفكرش في بكرة خلاص، ما تفكرش في بكرة خلاص، راح من بينا أعز الناس، خد وياه الفرحة وساب كل الحزن مالئ قلوبنا، بيعذبنا. لو كان يعرف إن فراقه قاسي علينا، لو كان يعرف إن فراقه قاسي علينا، لو كان بعده شيء بإيديه أو بإيدينا، كان هيفكر ياما في بعده قبل ما يبعد يوم ويسيبنا. أصل فراقه صعب علينا، حتى الشمس بتعزينا، رفضت تطرح كل شعاعها، فضلت تبكي عليه وحزينة. لو شفت نجوم الليل، لو شفت نجوم الليل واقفة قصاده، رافضة بشدة يكون لها ضي، رافضة بعاده. حتى الصبح طلع ومغيم، حتى الصبح طلع ومغيم، رافض يطلع من بعديه. ولا البحر علف موجه، رافض تمشي المركبة فيه. والله البحر علف موجه ورافض تمشي المركبة فيه. جف الدمع في عين الطير، جف الدمع في عين الطير، ضيع نوره جوه عينيه، اصل الكل بيبكي عليه. اعز الناس
راح من بيننا يا دنيا خلاص، عز الناس. جميل، احسنت يا استاذ ياسر. دكتور احمد، لو يعني بما ان احنا النهارده موجودين داخل معرض القاهره الدولي للكتاب، لو جينا نتكلم على مدى اهميه القراءه في تطوير المهارات الشعريه، او الشاعر ازاي بيقدر يطور نفسه من خلال القراءه، ومدى تاثر الشاعر بما يقراه، نقول ان يعني القراءه في الشعر فقط، ولا القراءه في شتى المجالات هي ما يحتاج اليه الشاعر كي يطور من مهاراته ويصبح في مكان افضل، ويبقى دايما في حاله من التجدد يقدر يقدم كل موهبته؟ خلينا نقول ان الشاعر ما بيبقاش شاعر الا بالقراءه، ولازم أن يبقى القراءة متنوعة متعددة في شتى المجالات، في مجالات مختلفة، لأن أكيد الشاعر مش بيتأثر بتجاربه هو الشخصية فقط، لا بيتأثر بكل الحاجات المحيطة بيه أو البيئة المحيطة بيه، من سياسة، من فن، من إعلام، من حياة شخصية، من حياة عاطفية، من حياة، كل حاجة بتمس الشاعر أو بيتأثر بيها بيحولها بعد كده الكلمات، بيحولها القصيدة، بيحولها الديوان بعد كده. فهو طبعا الشاعر بيعتمد اولا على القراءه عشان يتعلم ازاي يكتب، ازاي يستمر في الموهبه بتاعته، ازاي ينمي موهبته ديت، ازاي يتعلم من اللي سبقوه. بالرغم اللي انا دايما بقول احنا دلوقتي في عصر يعني شعر لكل مواطن، انتشار عدد كبير من الشعراء، بس مين اللي انت هتختاره تتعلم منه؟ مين اللي انت هتختاره هتدرس على ايديه شعر؟ مين اللي هتكتب على ايديه؟ مين اللي هيفيدك او هيديلك المعلومه الصح؟ لان دلوقتي برضه انا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ان الشعراء الكبار للاسف بيحاولوا يبعدوا شويه، بيقول خلاص بقى في انفتاح شديد في اللي بيكتبوا، اللي عايز يكتب خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، في كتابه الدواوين، انتشار دور النشر بصوره مبالغ فيها. يعني قبل كده كانت مقننه في اماكن محدده، لا دلوقتي بقى في كتير، زي ما نشوف دلوقتي معرض الكتاب مليان دور نشر، مليان دواوين، مليان، بس مين قرينا بقى كام ديوان من الدواوين المعروضه؟ دخلنا كام دار من الدور اللي موجود؟ احنا عايزين نتطرق للنقطه دي يا دكتور احمد، بتاعت يعني هذا الزخم في الانتاج اللي موجود على الساحه دلوقتي. بس قبل ما نتكلم في الجزئيه دي، يعني زي ما سمعنا من رئيس المجموعه الاستاذ ياسر، لازم نسمع برضو من حضرتك دكتور احمد رجب، تحب تسمعنا ايه برضو من الحاجات اللي تكون قريبه الى القلب على المستوى الشخصي؟ هي القريبه للقلب، اقول حاجه عن تجربه ذاتيه حتى بسميها ثلاثيه انا. فبقول انا انسان، وطول عمري انا انسان، عايش عادي، قنوع راضي، حابب عيشتي وكل ايمان. انا المتحدي اي ظروف، غلبت الضعف، صرعت الخوف، وشلت حمولي على كتفي، وفي الاخر بقالي كيان. بجهدي حاربت طوب الارض عشان اثبت في يوم ذاتي، كافحت كتير في شغل عرقت، شقيت وتعبت في حياتي، وبين الخطوة والتانية ما بيعنيش غير الرحمن. جزلت من الأمل أتواب تعدي بيا 100 حاجز، بدوق المر وعد صعاب، وطول الشمس لو عايز، وصخر اليأس مني داب، ومش هقبل أعيش عاجز، ومهما طموحي بياخدني ما يمنعنيش ملوك الجان. في عقلي حكيم وبفكر لأي جبان قراره ضعيف، وطيبة قلبي بتنور لقاسي في بصيرته كفيف، ودايما كتفي بيعكز قليل الحيلة والكسلان، ومهما تعاند الدنيا هكون دايما وأعيش إنسان. ما أنا إنسان، وأنا الشاعر بإحساسي أقول الغنوة والموال. أنا اللي كلامي هز الريح، أنا اللي كلامي هد جبال، أنا الدمعة، أنا الضحكة، أنا اللي كل ساعة في حال، أنا المطحون بأحزاني، أنا اللي للحمول شيال، وهفضل دايما الشاعر أقول الغنوة والموال. أنا الفكرة اللي بتنور ظلام الجهل جوه الكون، ساعات أكتب كلام عاقل وبرضه ساعات أكون مجنون، تلاقيني كده في حالي عايش هادي وكل سكون، ولما تجيلي أفكاري أقوم في الورق زلزال. ما أنا الشاعر بإحساسي أقول الغنوة والموال. أنا الصرخة في وش الظلم تقول لأي ظالم لأ، أحب العدل لما يسود وياخد ويا إيده الحق، أساعد كل حقاني ولو حتى هزقه زق. أنا اللي ألمي دايما حر وعمره في أي لحظة ممال، وهفضل دايما الشاعر أقول الغنوة والموال. أنا الشاعر أكيد شاعر مليء الفكر والإحساس،
كلامي أعز مالية ما يتائل ولو بالماس. أقول الشعر من قلبي عشان يوصل قلوب الناس، وأدعي يا رب قويني وثبتني على ده الحال، وأفضل دايما الشاعر أقول الغنوة والموال وأنا الساعي عشان ترضي. أشيلك عندي بين رمشي يا سنة قلبي يا فردي، ده موتي لو في يوم تمشي، ولو قلبك فارق أرضي هسيب جسمي أكيد وامشي وأكون ميت في ده عيونك. أنا اللي عاشق تراب رجلك وعطرا فاسك الدفية، ودايما ببقى محتاج لك بلمسة إيدك الشافية، ومهما بعدت بندهلك يا ضحكة قلبنا الصافية. ما أنا قيسك ومجنونك، أنا الممسوس بعفاريتك في مصباحك، أنا الجني بطل فارس في حواديتك، ما تستغنيش في يوم عني، فقير محتاج بباب بيتك، يا ريتك بالرضا تحني. ما أنا عشقك ومفتونك، أنا الوردة اللي بتفتح على خدود ناعمة كالتفاح، أنا النسمة اللي بتصبح على جبينك في كل صباح، يا قمرة في رمشها بسرح وبين أحضانها أنا برتاح. ما أنا الساعي عشان ترضي أكون ميت في تعيونك، أكون ميت في تعيونك. جميل جميل، احسنت يا دكتور احمد. استاذ ياسر، لو جينا نتكلم عن هذا الزخم الشعري اللي بقى موجود النهارده على الساحه من قبل الشعراء الشباب او من قبل الشعراء بشكل عام، تعدد دور النشر، يعني ده ممكن في بعض الناس بتقول ان هو بسبب هذا الزخم في الانتاج لا يوجد ما يكفي من النقد، فاي حاجه ممكن تقدم. حضرتك شايف ان هذا الزخم في الانتاج مع ام ضد المستقبل الشعري للشعراء الشباب؟ هو الزخم عامة في الإنتاج نفسه مع الأسف هو في إصدارات كتير بس مفيش قراء. دي مشكلة كبيرة يعني حتى احنا معظم الحفلات اللي بتتعمل في معظم مناطق القاهرة كلها شعراء بيسمعوا شعراء. ما حاولناش في مرة أو هنا أنا عامة اللي أنا بشوفه هنا في القاهرة محدش حاول في مرة يعمل جمهور للشعر. الجمهور اللي هيقرأ اللي هيشتري الديوان عشان يقرأه. دي مشكلة كبيرة ان احنا عندنا في الحفلات اللي بنعملها في المنوفية هدفنا الاول هو ان احنا نقدر نعمل جمهور للشعر. احنا الحفلات اللي بنعملها دلوقتي الجمهور فيها اكتر من الشعراء، هو ده المطلوب. ازاي انا اجذب جمهور للشعر عشان اقدر الاقي قارئ يقرأ الديوان اللي هيتعمل. لكن دلوقتي فعلا في زخم كتير في الانتاج الادبي بس مفيش قراء مع الاسف. كتب اقدر اقول معلش يعني في اللفظ كتب مركونه على الرف، يعني كل اسم ان انا اصدرت ديوان بس مش لاقي قارئ ليه. يعني حتى استاذه وتاف ريقات مشكوره اللي هي راعيه لديوان المجموعه، لما جينا انتجنا اول ديوان للمجموعه اصرت ان الديوان يكون هدايا على القراء. يعني اصرت ان الديوان يتوزع هدايا على القراء، ان احنا عايزين نجذب ناس تقرا شعر، عايزين ناس يبقى في جمهور للشعر، لان احنا فعلا مفتقدين ان يكون في جمهور. فايه المشكله ان احنا عملنا زخم في الانتاج مفيش قراء، يبقى ولا كأن عملت اي حاجه. انتاج كل حاجه مركونه، محدش كتاب اكيد هيموت بعد قلائل من الوقت، مش هيلاقي له سوق بعد كده ان يلاقي حد يسحبه او يقراه. فانا شايف ان زخم بدون قراء ما ولا كأن في انتاج اصلا. دكتور احمد، يعني النهارده برغم يعني التاريخ العظيم للشعر العاميه ان لازال لحد اليوم يعني ان في بعض النقد يوجه الى شعر العاميه ان هو ممكن يكون ليه تاثير بالسلب على اللغه العربيه الفصحى او على شعر الفصحى، برغم ان تحقيق يعني اسامي كبيره جدا من النجاح في مجال شعر العاميه. حضرتك شايف على المدى الطويل بحكم خبره حضرتك النقديه ده ممكن يكون مع ام ضد المصلحه العامه للشعراء الشباب، او ان هو يخلي بعض الشعراء الشباب يتوجهوا فعلا الى شعر الفصحى حتى اذا كان يجيد شعر العاميه؟ اسمح لي اقول لحضرتك هو التوجه فعلا زايد الفتره الاخيره للشعر العاميه اكثر ليه؟ استسهالا للغه. لان اللي احنا بنتكلم العاميه لغه بلدك، اللغه الدارجه اللي احنا بنتكلم بيها اللي هي بتوصل للقلب، بتوصل للودان على طول، بتوصل المتلقي بياخدها بسهوله. لكن ده ما يمنعش ان اللغه العربيه هي الجذر، هي الاساس. اللغه العربيه الفصحى والقصائد اللي موجوده في دواوين اللغه الفصحى موجوده، وعندنا هنا في الوقت المعاصر شعراء كبار جدا 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 على مستوى اللغه الفصحى
وبيملوا الدنيا يعني بدونهم واشعارهم الممتازه، وانا بتكلم عن نوعيه الشعراء الممتازين او المتميزين بالفعل او اسامي في المجال. انا مش بتكلم عن عدد الشعراء عامه، يعني مش اي حد يرص كلمتين وعذرا في الكلام يعني، لا اللي هم مشكلين او كلمتين باللغه العربيه فبيتقال عليهم ديوان فصل. انا بتكلم عن شعراء موجودين على الساحه، موجودين فعلا شعراء متميزين بيثروا الحياه الثقافيه دلوقتي باشعارهم وبصالوناتهم مدونه. لكن الشعر العاميه مش هنقدر لا هنقلل منه ولا هنقدر نوقده ولا هنقدر نطغى عليه. ليه؟ لان هو ده تراث. احنا بنتكلم تراث بلد. ليه؟ لان دلوقتي زي دول الخليج بيتكلموا بلغتهم بدواوينهم في اشعار الخليجيه، بس اشعار عندهم لغه عربيه فصحى. في ليبيا اللغه عندهم، وعندهم في الجزائر، في المغرب، قيس حضرتك حتى في الدول الاوروبيه بيتكلموا باللغه الدارجه، في عندهم باللغه الدارجه واللغه الام موجوده، لا دي هتطغى على دي ولا دي هتطغى عليها. جميل. استاذ ياسر كرئيس لمجموعه همس الكلام الثقافيه، لو جينا نقول يعني همس الكلام الثقافيه نفسها تحقق ايه في الفتره الجايه للشباب اللي موجودين في المجموعه او لشباب الشعراء بشكل عام؟ هو احنا دايما سعينا حتى من اول ما بدانا ان احنا عملنا المجموعه وبقى لنا نشاط على ارض الواقع، ان احنا اي موهبه احنا شايفينها تستحق فعلا ان هي تستحق الظهور احنا بنتنينا وراها لحد ما نفتح لها الباب، ان كان في الاعلام او ان كان يكون لها حاجه مطبوعه في ديوان او يكون لها اعمال في احد الجرايد او المجلات. احنا عشان نقدر احنا بنفتح له الباب زي ما اللي قبلنا فتحوا لنا الباب برضه، يعني احنا في ناس خدوا بايدينا، فعشان كده احنا هدفنا في المجموعه اصل مش مجرد مجموعه والناس بتلتف فيها وخلاص، لازم يكون فيها هدف. فهو ده هدفنا، ان احنا مش عايزين حد ان الريف بصراحه يقول لك عقبه صعبه في وش اي حد ان هو قدام موهبه عاوز يطلع، فالريف بصراحه بتبقى عقبه بالنسبه له. لكن احنا بنحاول ان احنا نطلع للنور ونطلع المواهب ديت للنور، نقدر نطلعهم في برامج ان كان في الشعر او في الغنى او في الرسم او اي حاجه. سواء برضه طلعنا مواهب في الرسم والغنى والانشاد في احد البرامج عشان يحس ان هو في حاجه بيقدر يسعى عليها وفي يعني امله بيتحقق. فده هدفنا ان احنا نقدر ان احنا ان شاء الله. استكمالا بس استكمالا كلام الاستاذ ياسر، احنا امبارح كان عندنا ندوه في مركز شباب اسنا بالمنوفيه، كان بنوزع جوائز حفله للمجموعه او مسابقه للمجموعه، اللي فايزين فيها واللي اتكرموا او معظم اللي خدوا كانوا شباب. حتى كان عندنا مسابقه القاء مباشر، القاء شعر مباشر، اللي فاز فيها شباب، يعني مش حتى مش كبار، لا شباب. هم هو ده اللي بسعى اليه يعني مجموعه همس الكلام. دكتور احمد رجب، انا بشكر حضرتك نورتنا. الاستاذ ياسر عيد رئيس مجموعه همس الكلام الثقافيه، نورتونا. تمنياتنا ليكم ان شاء الله بدوام النجاح والتوفيق في الفتره اللي جايه، ويجي يوم فعلا ومجموعه همس الكلام الثقافيه تقدر توصل في اهدافها وتقدر فعلا تساعد شباب الموهوبين في شتى المجالات الثقافيه، من ادب لشعر لقصه لغنى وفي اي مجال. اعزائي المشاهدين، يسعدنا ان احنا كان معانا في فقرتنا دي استاذ ياسر عيد رئيس مجموعه همس الكلام مجموعه همس الكلام الثقافيه، ودكتور احمد الجمل نائب رئيس المجموعه، كلمونا عن المجموعه، اهدافها، وعلى المشوار الشخصي اللي قطعوه لحد النهارده مع المجموعه. فاصل ونواصل، وهيكون معانا عضوين كمان من مجموعه همس الكلام الثقافيه، خليكم معانا.